محمود المصري لحد ما يجي اول دور مهم كامل في مساحه وفي بقى شغل يقدر خالد صالح انه يطلع فيه امكانياته، هو دور العقيد رفعت السكري في فيلم تيتو. هذا الدور اللي بعتبره ايقونه في السينما المصريه، افضل دور لظابط او عقيد فاسد في تاريخ السينما المصريه. بالنسبه لي تيتو هو افضل فيلم اكشن اتعمل في الالفيه الجديده، فيلم متكامل من كل العناصر. احمد السقا المفروض هنا انه عامل افضل دور ليه، واداء بقى وبتاع، مجرد ما بيجتمع في مشهد واحد مع خالد صالح ما بيبقاش موجود، بياكله حرفيا زي اي حد بيقف قدام خالد صالح، اصل مفيش منافس ليه. الله يكون في عون اي حد خالد صالح هيقف قصاده، سواء خالد صالح في الفيلم ده كان بطل او دور تاني. تفتكر انت لو ما معكش القرشين دول كنت هتعرف تبقى في وسط الناس دي؟ افهم، عايز تبقى محترم بجد، الفلوس هي اللي هتخليك محترم. ما تعرفناش.